وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يا رب يجعله شهر مبارك علينا وعليكم وعلى امه المسلمين جميعا، يجعله علينا باليمن والخير والبركات باذن الله. عايزين النهارده، انا جاي لي طبق قطايف عايزه اعمله معاكم واوريكم الطريقه بتاعتي اللي انا بعمله بيها وازاي ما يفكش معاكي، ما تبقاش في واحده وواحده كده في قلب الطاسه فكه معاكي والحشو طالع بره. لا، هنعمله مع بعض بطريقه حلوه وبسيطه وسهله. عايزه تحشيها مكسرات هتحشيها، عايزه تحشيها عجوه هتحشيها، عايزه تحشيها بلح هتحشيها، عايزه شوكولاته هعرفك ازاي هتعمليها حشوه شوكولاته ولا هتسيح معاكي في الطاسه بتاعه البوتاجاز ولا اي حاجه خالص. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول في الكومنتات واللايك يا حبايب ام احمد، وتعالوا نشوف هنبتدي نعمل ايه. هعملها النهارده يا حبايب قلبي، الاولاد طالبينها بصراحه بالشوكولاته وبالزبيب. انت حابه تضيفي فيها مكسرات براحتك خالص، دي حاجه ترجع لك انت. حابه تحطي فيها جوز هند وسوداني وزبيب مع بعضه، بلح عجوه اللي هو الرطب بتاعنا دوت، تاخدي منه كده حته صغيره وتحطيها بتطلع حلوه برده. انا بقى هعملها بالشوكولاته، انا مش هكتر، هحط بس قطعه شوكولاته كده عشان نعمل حساب ان هي ايه هتسيح معانا في قلب الطاسه واحنا بنقليها. بصوا بالشوكه كده اهو، بالشوكه كده، وباخد الطرف الاخير كده معايا. بسم الله اهي، بالراحه كده معايا خالص، وتضغطي ضغطه كده اهي. عايزه تقفليها عشوائي زي ما امهاتنا بتعملها بتبقى حلوه برده. وفي مكبس طالع برده كده جديد بيقفل معانا القطايف، بيبقى حلو برده معانا كده وشغال معانا وزي الفل. بصوا كده معايا، بصوا شكل القطايف اهي بالمنظر ده كده اهي. وانا عامله برده واحده تانية اهي. حابه تعمليها بالشوكه كده خلاص هي اتقفلت معاكي ما فيهاش اي حاجه، بقت زي الفل معانا. هنقليها بقى في الطاسه بتطلع بايه سايحه كده من جوه وجميله. حابه برده تحطي بتاع ده زبيب كده، بصوا ما شاء الله. بس خدي بالك لان الزبيب بيفنش معانا كده جوه الايه القطايف. بس طبعا القطايف اللي احنا حاشينها من جوه شوكولاته بتكون انت مميزاها عن التانية لسبب، اللي بنعملها فيها زبيب ومكسرات او جوز هند دي بننزلها في سيرب شربات عادي. اما اللي هي فيها الشوكولاته دي بالنسبه لي انا مش بحب احطها في الشربات. ليه يا ام احمد؟ بتبقى جزعه، بتبقى سكرها كتير لان هي كده كده محشيه شوكولاته والشوكولاته من جوه بتسيح. انت بتقليها حابه بس تزيني من على الوش، ممكن تحطي شويه مكسرات كده مطحونين ترشي بس عليها، او تحطي صوص شوكولاته خفيف عشان تميزي ان دي بالشوكولاته، او تحطي من على الوش شويه سكر بودره اللي هي تبقي مميزاها عن اللي هي الايه العاديه اللي احنا بنحطها في السيرب عادي. بصوا دي الطريقه العشوائيه بتاعتنا اهي، بتاعت امهاتنا اللي هي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالصباعين دول كده بتوعنا كده اهو، بنضغط عليها كويس قوي برده اهي اهي زي الفل معانا اهي. دي اللي الطريقه اللي تناسبك اعمليها. عندك المكبس بتاع القطايف اعملي بيه، ما عندكيش هتشتغلي يدوي كده عادي براحتك، هتشتغلي برده بالشوكه كده برده براحتك، اللي يناسبك اعمليه. هكملها كلها وارجع لكم على طول. بصوا حبايبي، عملتها اللي هي بالشوكولاته، عملتها بالشوكه بس كده من قدام ومن ورا. طبعا ديت جايه عندي من يعتبر من امبارح، بس انا ايه حافظت عليها كده فوق التلاجة في استرتش، بس ربنا يستر وما تفكش معانا، بس ان شاء الله تبقى زي الفل. وديت اللي عملناها بالزبيب، دول اللي الاولاد طالبينهم المره دي. احنا بقى غيري في الحشوه براحتك خالص، عايزه زي ما قلت كده بالعجوه تحطي، عايزه اللهم صل على النبي زبيب وجوز هند سوداني، تعملي تشكيله كده في طبق. ساعات بنعمل سوداني ونحط معاها مع السوداني زبيب وجوز هند ونعمل ديت حشوه. وساعات برضو نقوم عاملين عجوه تبقى حشوه. ساعات ما فيش عجوه نعمل اللي هو البلح اللي هو الرطب دوت، لا اللي هو البلح بتاعنا الناشف بس في منه الطري اللي بنفطر منه كده على الفطار، هو دوت بنحط منه، بنحشي برضو منه، بيبقى زي الفل معانا وبيبقى طعمها بصراحه خطير. انا بحبها بالعجوه بصراحه، بس المره دي بقى الاولاد طالبين عايزينها بالزبيب بس من غير جوز هند وعايزينها بالشوكولاته. وطبعا ديت انا مش شارياها، هي جايه لي بصراحه، فانا هعملها لهم كده مع انها قبل رمضان بكتير. وطبعا زي ما قلت لكم انا بحب اعمل الشربات واحطه عندي في التلاجة، يعني يعتبر ده موجود عندي في التلاجة. لو قلت لكم عندي بقى لي شهر وزياده ان شاء الله تكونوا مصدقيني، لان انا بعمله بتاخدي كل كوبايه سكر كوبايه ميه ونص ليمونه. بس طبعا الليمون مش لو هتحطي كوبايتين ميه او كوبايتين سكر تضيفي ليمونه كامله، لا عادي، مش الليمون مش بنضاعفه في حاجه، هو احنا بنضاعف بس الميه والسكر. الليمون دوت ثابت معانا بنحط منه. عايزه تحطي معلقه عسل كلوكوز لو عندك في قلب الشربات بيبقى حلو.
واهم شيء عندك ما تقلبيش الشربات خالص عشان ما يسكرش منك. بصوا قاعد عندي في التلاجة بقاله كتير، يجي شهر، شهر ونص، شهرين، من ساعه ما فتحت القناه وانا كنت عامله الاول كنافه او حاجه، من ساعتها هو عندي في التلاجة بيفضل معايا كده ما شاء الله، بيبقى زي الفل. انا لما باجي اعمل بحب اعمل الكيس كامل، وساعات بعمل كيسين، وما بيخسرش عندي، بحطه في التلاجة وما بعوز بطلعه كده. بصوا ما شاء الله مفكتش معانا ولا اي حاجه، مع انها بايته والله، بس عادي زي الفل معانا هي ايه، ما فكتش ولا حاجه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. القطايف دي من الحلويات السهله اللي موجوده على كل، بص طبليه في سفره رمضان زي ما بيقولوها، بس احنا عندنا بنقول طبليه لان احنا ما وصلناش لمرحله السفره، احنا لسه عندنا الطبليه. فهي بصراحه ربنا بتفضل موجوده عندنا على الطبليه طول شهر رمضان. اي حاجه حلوه بتبقى حلوه، هي القطايف بتعمليها سهله وخفيفه وبسيطه، متاخدش منك وقت خالص، وبتراضي الاولاد، وبتبقى حاجه حلوه بعد الفطار بتاكلي منها. وشهر مبارك نقليها بالمنظر ده كده. طبعا ديت اللي هي محشيه الزبيب، عادي بحطها معايا في الشربات. بصوا ما شاء الله، اهم شيء ما تطلعهاش بدري وتقولي لونها كده بقى حلو، عشان لو طلعتيها بدري معاكي هتطرى معاكي اول ما تحطي في الشربات وترجعيها في طبق هتلاقيها بقت بلوزه. اما انت عايزاها زي ما بتشوفيها بره كده، تبقي ماسكه القطايف من بره مقرمشه ومن جوه دايبه وشاربه كده شربات وخطيره، لازم تسيبيها تتحمر معلش معاكي شويه علشان تفضل معاكي مقرمشه وجميله. بصوا ما شاء الله، انا ما بستعجلش عليها مع ان اللون دوت شكله مغري انك تطلعيها، لا استنى شويه كمان واطلعها معاكم. اول ما تطلع على طول اوريها لكم بقى. بصوا حبايبي في اللحظه دي بقى بقوم ماسكه القطايف كده معايا. انا طبعا انا واقفه لها، هي مش ما بعملش حاجه جنبي، حتى لو بعمل حاجه بفضلها هي بس عشان تطلع معاكي مظبوطه. بصوا كده صفيها كويس قوي من الزيت على قد ما اقدر، ماسكه بالماسك كده واقعد اصفي منها الزيت عشان مبقاش شاربه الزيت معايا كتير، واسقط معايا كده في الشربات بنفس الشكل كده. هطلع الكميه كلها. بصوا في اللحظه دي يا حبايبي وريهم كده يا احمد، انا شلت الطاسه من على البوتاجاز ليه يا ام احمد؟ عشان الزيت يهدى معايا، ما اجيش احط انا معايا القطايف تتحرق مني وما تبقاش الشوكولاته سايحه من جوه. فبهدي برده معايا النار كده، تبقى معايا الطاسه معايا النار بتاعتها متوسطه، عقبال ما انا ايه اشوف اللي في ايدي الناحيه التانيه عشان تطلع معايا القطايف بتاعتي كويسه. بصوا ما شاء الله، سامعين الصوت اهي بالشكل ده كده يا حبايب قلبي، ولا فكت معانا مع انها بايته. اهم شيء تكوني لفاها، هي كانت ملفوفه في استرتش، جايه لي في طبق ملفوفه في استرتش، بس انا لفيتها في فوطه عشان تفضل معايا طريه. بصوا بالشكل ده كده، بصوا ما شاء الله بتخرفش معايا وزي الفل. اهم شيء اظبطي معاكي الشربات، احكمي الحاجه وانتي بتقفليها في الحشوه بتاعتك، ما تحشيهاش حشوه كتيره طاغيه عشان ما تبقاش معانا ايه، القطايف معانا ما تفكش، لما بتحشيها كتير بتفرقع مننا. تعالوا بينا كده بقى نحط الايه الكميه التانية اللي فيها الشوكولاته. انا طبعا بحب اميزها ليه كده، يعني ديت بنتي اللي ربنا يبارك لكم في اولادكم، هي اللي قافلاها، هي اللي حكمها من الجناب وقافلاها. ديت اللي فيها الزبيب خليتها لوحدها. طبعا اللي فيها الشوكولاته خليت فيها مميزه بالشوكه كده، علشان ديت هحط عليها سكر بودره، مش هعملها في الشربات زي ما قلت لكم عشان ما تبقاش طاغيه في السكر بتاعها. تعالى كده معايا يا احمد كده على الطاسه واحنا بنحط ديت بقى اللي فيها الشوكولاته يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. طبعا الاولاد كلها بتعشق اللي مليانه شوكولاته دي، بس انا ما كترتش بصراحه، خفت ان انا املاها شوكولاته كتير تفتح معايا، وبالذات انها كمان بايته، لما تكون معاكي صفحه كده وتشتغلي فيها اول باول بتبقى جميله بصراحه. نستنى بقى. بصوا ما شاء الله، انا عايزه اوريكم انها مش هتفتح معانا ان شاء الله ولا واحده، وخليك معاهم يا احمد كده ووريها لهم برده بنفس الشكل ده كده، هتطلع معانا زي الفل ما شاء الله. بصوا ما فتحتش معايا اي حاجه معاكم اهي زي الفل معايا. هستنى بقى اما تاخد لون. اهم شيء ان انا بردت معايا الزيت، لما بردت معاكي الزيت ما تتشعفش معاكي وتتحرق بسرعه، لا تفضل معاكي كده حلوه ويطلع الشكل الحلو بتاعنا بتاع القطايف بتاعتنا. بصوا الصلاه على النبي، بصوا ما شاء الله. حابه بقى تحطي، في ناس ما بتحبش الشربات، في ناس بتستكفى بالحاجه الحلوه اللي جوه القطايف وبتحب تحط لها عسل ابيض، عادي براحتك خالص، الاكل اذواق، واللي انت حباه اعمليه وكليه، محدش بيغصب عليكي في اكله معينه، اللي متاح ليكي واللي ملك ايديك انت تعملي منه اعملي منه عادي. تعالوا كده اما نقلب قلبه كده نبص بصه. بصوا الصلاه على النبي،
بصوا الطريقه بتاعت الشوكه حلوه. مش حابه بطريقه الشوكه اعملي بطريقه القديمه بتاعتنا خالص اللي احنا بنضغطها بايدينا. مش حابه دي ولا دي، هاتي معاكي المكبس بتاع القطايف، طالع برده منتشر اليومين دول، بتجيبيه وبتقفلي بيه القطايف، بيبقى حلو برده ماسك معاكي القطايف. بس طالما متاح لينا الشوكه بتتعمل بصوا زيها زي المكبس وزي الفل معانا وشكلها حلو وبنت الناس اهي، خلاص مش شرط المكبس يعني. وبألف هنا وشفا وان شاء الله يجعله رمضان كريم علينا وعليكم وعلى امه المسلمين جميعا يا رب. بصوا الشكل بتاعها ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك، شكلها تحفه. بصوا اللون بتاعها، وبصوا وهي مسقيه الشربات. طبعا انا ما بحبش اسقيها كتير يعني، ممكن عشان التصوير احط لها كمان معلقه عسل تديها لمعه وشكل وتبقى حلوه، بس انا بصراحه ربنا ببركه ربنا كده انا بعملها كده بالشكل ده كده. يا رب تكون ظاهره معاكم بالنفس اللي ايه اهو ما شاء الله. هستنى بقى دي ما تطلع اللي هي محشيه الشوكولاته واوريكم دوت واوريكم ده. بصوا يا حبايبي انا بشيل بقى ديت كده كفايه عليها. بصوا لونها ما شاء الله نفخت كده وبقت جميله ما شاء الله، وشكلها حلوه مطرح الشوكه كده، فعامله لها بصوا عامله لها شكل حلو كده. هطلعها كلها على الطبق بتاعها كده يا حبايب قلبي. خلصنا مع بعض القطايف اهي، الصلاه على النبي. بصوا اللي بقى محشيه الشوكولاته، عايزه اقول لكم هشه. بصوا 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 هشه ومنفوخه خطيره، والتانيه كمان مقرمشه وفي نفس الوقت بصوا شاربه العسل. بصوا بتنز عسل ازاي، بصوا بصوا لما بضغط عليها ما شاء الله لا قوه الا بالله، خطيره معانا. انا بقرب واحمد بيبعد، ما علينا. هنا دي بقى اتحطت في الشربات اكيد، عملناها في الشربات. التانية يا ام احمد هتحطي فيها ايه؟ ده عليها شوكولاته اكيد، ما عليها شوكولاته، بس احنا بقى ايه الشوكولاته عشان ما تبقاش جزعه ونروح نحط كمان معانا في قلبها سيرب شربات او عسل، لا هتبقى تقيله قوي. بصوا انا هحط حاجه خفيفه كده سكر بودره رشات كده. بصوا انا بنزل بالعافيه كده حاجه خفافه، مش عايزه اكتر عليها لان انا هستكفى بالعسل بتاعها اللي هو الايه الشوكولاته الداخليه من جوه. بصوا ما شاء الله، عايزه اقول لكم خطيره 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 يعني. بصوا ما شاء الله جربوها هتعجبكم. نحط كده على الوش كده شويه مكسرات كده معاكم اللي موجوده عندنا. انا عندي كام واحده كده فستق، قمت جايه ماسكاهم عاملاهم كده خبطاهم في قلب كيس كده نضيف، وقمت جايه ماسكاهم حطاهم كده على وش القطايف بتاعتنا. ودي كانت الوصفه بتاعتنا النهارده يا حبايب قلبي. ما تنسوش تعملوا لايك، واللي مش عامل اشتراك يشترك، واللي بيحب ام احمد يصلي على النبي في الكومنتات وعشان تكبر بيكم. وديت كانت وصفتنا يا حبايب قلبي. بصوا ما شاء الله، عايزه اقول لكم بصوا خطيره ازاي. بصوا شكلها. الطبق ده لو بتشتريه من بره شوف هيكلفك قد ايه، والطبق ده لو بتشتريه من بره شوف هيكلفك قد ايه. بصوا احنا عملناه في البيت باقل تكلفه عملناه وطلع معانا بالشكل ده. استاهل منكم لايك يا حبايب قلبي. متنسوش تعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.